عربيتك لما تيجي تكركر وتسمع صوت كانك حاطط 80، والكركره اللي انت بتسمعها دي بيبقى سببها الكربون اللي متراكم على الصبابات في المكنه جي دي اي، بيبقى حقن مباشر. ده بيعمل معاك تسكيع. نصيحه لوجه الله، بلاش المنتجات اللي هي سي سي وسوسو والحاجات اللي هي بتاعت المواعين دي، لان فعلا بتبوظ الموتور من جوه، وده بيبقى ضار جدا على الالومنيوم. لما تيجي تستخدم المنتج، استخدم المنتج اللي هو ال 64 ايه، ده اول منتج نزل ورحم ناس كتير قوي في حكايه نظافه الكربون. ده بينظف الكربون وبيبقى امن جدا على الصبابات وامن على كل حاجه في المكنه من جوه، لان ما تنساش ان الماده دي لما بتنزل على راس البستم لازم يحافظ لك على البستم نفسه وعلى الشمبر ما ياثرش عليهم. في واحد جالي قبل كده استخدم سيسو دوت اللي هو بتاع نظافه مش عايزين نتكلم، وبعديها والله العربيه اكلت زيت. بيحصل تآكل في البستم وفي حاجات كتير، لان هو مش مخصص لنظافه العربيه، ده نظافه للمواعين يا جماعه. ما نجيبوش حاجه المواعين في المكنه، انتوا في ايه؟ المهم ف 64 ايه ده هو اللي بينظف الصبابات كويس جدا، بيبقى امن على الصبابات والبساتم والشمبر وكل حاجه. وخلي بالكم 64 ايه ده كان احسن منتج نزل مصر، وما كانش فيه منتجات تانية تقدر هي تنظف الصبابات والكربون بفعاليه تامه. لكن انت ما تنساش ان انت برضو لما كان بتظهر معاك التسكيعه كنت لازم تروح تحل وش السلندر وتروح طبعا عند الخراط وينظف لك ويعمل لك ورديه وفريزه وقصه ثانيه خالص فيها مصاريف كبيره جدا. لكن احنا بنعمل هنا احنا بنحل المانيفول وبنبدا ننظف الاربع غرف، والاربع غرف دول بنقفل 3 غرف الاول بحيث الصبابات كلها بتبقى مقفوله، وبنبدا نطلع اكبر كميه كربون لبره، وبعد كده بنفتح وننظف جوه عادي، وبنرمي الماده من على راس البستم برضو، لان راس البستم نفسها من جوه بيبقى فيها كربون. مع نظافه حساساتك، حساسات الفي في تي، حساس الماب، بتنظف البوابه، بتنظف المانيفول جوه وبتغسله كويس جدا. كل ده بيعمل نتيجه فعاليه. وتاني حاجه لازم تبص على علبه البيئه، ضروري جدا. لان بص على علبه البيئه هنا عامله ازاي؟ سايحه، يعتبر سايحه نهائي، يعني دي ما ينفعش فيها نظافه. الحاله اللي زي دي علبه البيئه بتتغير، يعني انت بقى بتاخد قرار فيها، لان علبه البيئه غاليه جديده، تجيبها استعمال يا تجيبها جديده ودي خراب بيوت، يا تاخد بقى سرفه او تتصرف انت كما تشاء. لازم تتاكد ان علبه البيئه ضروري جدا مع نظافه الكربون ونظافه الحساسات بتاعتك عشان تحس بفرق. علبه البيئه دي بتدمر المكنه، تعمل لك راجع على البستم، تسمع لك صوت بستم، تبوظ لك الشمبر، تبوظ لك الشمايز، تتلف لك المكنه وتخش في عمره كامله. فخلي بالك من علبه البيئه، ضروري جدا في صيانه الكربون بتاعتك، او لما تيجي تنظف كربون لازم تبص على علبه البيئه ضروري. وساعات ما بتنورش لمبه التشيك، لكن علبه البيئه بتبقى جايبه اخرها، فلازم علبه البيئه من اهم الحاجات اللي تبص عليها ضروري. تبدا تسيب المنتج لمده 10 دقائق ربع ساعه، مهم عشان يبدا يتفاعل مع الكربون ويفتته لك، ومع فرشه سنان زي ما انت شايف، وتبدا ان انت تعمل عمليه احتكاك نظافه يدويه بحيث ان انت تطلع اكبر كميه من جوه بعد ما يتفاعل مع بعض، عشان يبدا يطلع لك كل الكربون اللي جوه ويبدا ينظف لك الغرفه كلها. وبعد ما هننظف هوريك دلوقتي منظر الصبابات نفسها بعد ما بتتنظف والحاله اللي جوه بتبقى عامله ازاي، لان ده يكون منك بنزين ويأخر معاك العربيه في الدواره ساعات، يعمل لك تسكيع، يعمل لك بلاوي كتير جدا، وطبعا انت في غنى عنها. تبدا تكرر المرحله ديت، ان انت بعد ما تنظف الغرفه كويس بالهواء، وبعد كده ترمي الماده تاني ويبدا يتفاعل مع الكربون اللي جوه. بعديها هتلاقي الصبابات كلها رجعت تاني زي ما كانت. مني لوجه الله بلاش اي منتج ملوش اي لازمه ان انت تستخدمه في عربيتك وهو اصلا مش مستخدم للعربيات اصلا، عشان انت كده هتبوظ عربيتك فعليا. ما تحطش حاجه تلاقي نفسك بتنظف وتيجي تخرب الدنيا وتيجي في الاخر تقول اصلا ما حدش قال لي. لا، انا بنبهك من الاول، استخدم المنتج المخصص لنظافه الصبابات. بص كده بعد الصبابات ما نتفت كل ده ندف تاني، والصبابات تاني رجعت تاني زي ما كانت اهي زي ما انت شايف.